السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. دلوقتي لو أنا عندي فراخ سردت مني، بقت فراخ، في فراخ كبيرة وفراخ صغيرة. الفراخ الصغيرة دي بيقولوا عليها سردة يعني. الفراخ دي سردت بقى إيه مني؟ أنا إيه اللي أعمله مع الفراخ دي عشان خاطر تبتدي تشتغل زيها زي الفراخ الكبيرة، أو تبتدي تحول والحقها بسرعة قبل ما الفراخ يبقى إيه، تفضل يعني إيه، يفضل نموها ضعيف، وبالتالي إيه، ما تجيبش معايا موازين كويسة، وممكن تعمل معاك مشاكل، وممكن تعمل معاك خسائر وأنت بتربي تربيات إيه، للتجارة. سواء بقى كانت الفراخ سرطت منك بسبب بقى ان انت مثلا مش مدفي كويس، لان ده برضه من ضمن الاسباب، او انت مش موزع الاكل والميه كويس، او في علافات قليله، لان دي كل اسباب بتؤدي ان الفراخ بيطلع منها فراخ يقول لك ايه ده فراخ كبيره وفراخ صغيره. لا، الفراخ سرطت بسبب ان انت عامل حاجه من دول. يا اما حضنت الاول على درجه حراره قليله، فده ادى ان في فراخ كانت دافيانه وكويسه راحت على الاكل وابتدت تاكل وابتدت تشتغل، وفراخ اتاخرت على عمليه التحدي بسبب انها كانت سقعانه، يعني بسبب الساعه يعني، او الحراره اللي مش مظبوطه، حضنت على درجه حراره مش كويسه. او انت بقى مثلا ايه، جايب عدد كبير وحاطط له علافات قليله، او انت وانت بتوزع الميه والاكل بتوزعه بطريقه مش كويسه يعني. وممكن نبقى نتكلم مع بعض بعد كده ايه في توزيع الميه والاكل والحاجات دي كلها ايه، والعلافات والحسبه دي بتتحسب ازاي، ممكن نبقى نعملها لكم في فيديو يعني. فانا دلوقتي بقى عندي فراخ خلاص، فعليا بقى عندي فراخ كبيره وفراخ صغيره. عشان خاطر الحق الامر ده بسرعه ومن بدري، اول ما بلاحظ ان الموضوع ده بقى موجود، افضل حاجه ممكن اعملها ان انا اعمل عزل للفراخ دي. يعني اخد الفراخ الصغيره ديت واعزلها في مكان لوحدها، وابتدي اديها اكل ليها، او زي ما بيقولوا ايه، اخر العلف ليها شويه. اعتبر مثلا ايه، لو انا عندي الفراخ عمر 10 ايام، اعتبر دول مثلا عمر 7، عمر 8، حسب الحجم اللي قدامك، وابتدي اكمل معاهم بالعلف الناعم من العمر ده، واشتغل واوسع لهم، ومعزلهم في جنب لوحدهم بعيد عن الكبير. ليه الموضوع ده يعني؟ ده بيساعد ان الفرخ ده ياخد حقه من الاكل، يعني ياكل براحته ويعمل، وكلهم بيبقوا مع بعض. بتجيب مثلا ايه، كل اللي هو في حجم واحد ده تعزله لوحده، وتبتدي تسيب الكبير لوحده، ده يعرف ياكل زي ما هو عاوز، وده يعرف كده. لان لما بيكون في فراخ سارده موجوده مع فراخ كبيره، الكبيره بتزاحم دايما على الاكل وعلى الميه والكلام ده كله، فالكبير بياخد حقه تالت ومتلت زي ما بيقولوا، انما الصغير ده بيبقى حقه ايه، حقه مهضوم يعني، ما بيلحقش ياخد اي حاجه وما بياخدش كفايته من كل حاجه. لكن انت عشان خاطر تتفادى الامر ده بسرعه، يعني اول ما بتلاحظ ان في عندك فراخ سارده، تبتدي تعزل الفراخ ديت في جنب، وتبتدي تحط لها اكل لوحدها، وتعتبرها اقل من اللي موجوده يومين ثلاثه، حسب الحجم اللي قدامك وحسب الشكل اللي قدامك. وزي ما احنا عارفين كلنا، احنا حتى عشان بس ايه، في المجمل يعني، وانت عندك فراخ سارده وانت حتى ما عندكش مكان تعزل، لو انت سبت الفراخ طول الدوره، بتبتدي انت بقى في العمر الكبير، لو انت ذبحت الكبير، تلاحظ ان الفراخ ديت اول ما انت بتذبح الكبير كله، تلاقي الفراخ نطر. يقول لك الفرخ بعد اسبوع واحد ما شاء الله قب كده، كبر بسرعه. ليه؟ ما هو خلاص بقى ابتدى ياخد المساحه بتاعته كفايته، اكسجينه بما فيه الكفايه، ابتدى ياخد الاكل بما فيه الكفايه والميه، فابتدى الفرخ ينطر بقى، خد حقه فابتدى يديك. فانت من الاول من بدري خالص، عشان تتفادى ان يكون عندك سرده موجوده، او لو كان ظهر بسبب يعني ايه، بسبب اي امر من اللي احنا قلنا عليهم في الاول دول، اللي هي الحراره او توزيع الاكل او قله العلف اللي موجود، او العلافات اللي موجوده ومتوزعه. فانا ببتدي عشان احل الموضوع ده على طول، اول حاجه ببتدي اعمل لهم عزل، واعزل كل الفراخ الصغيره ديت مع بعضها والكبيره مع بعضها. ده هيساعد ان انت حتى ممكن يبقى عندك زي ما بنقول يعني في المجمل، لو انت بتربي تربيه بيت، يقول لك احنا عندنا ايه، زي تربيتين، اعتبرهم تربيتين عندك، حاجه هتطلع بعد اسبوع والتانيه هتطلع بعد الاسبوع التاني. وفي المجمل انت اول ما هتعزلهم باذن الله هتلاحظ ان الفراخ اتحولت، وكل يوم عماله الفراخ بياكل وبينطر وبيكبر، وكل ما تلاقي الفراخ بقى اتحولت يعني ايه، الفرخ بقى كويس، تبتدي تطلع بقى من العزل وحط مع الكبير، واللي يفضل بقى رفيع خالص في الاخر ده سيبه للاخر. وباذن الله ايه، احنا في المجمل تعتبر لو انت دورتك هتطلع على 35، اديهم يا عم 10 ايام كمان زياده، وباذن الله تلاقيهم بقى زيهم زي الفراخ الكبيره، وبيحولوا، ومش هيبقى في سرده ولا في اي حاجه. ولو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.